انت عارف ان مشكلتك مش في المنافسين، المشكله لو انت بتفكر زيهم. في احصائيه من ستاتستا بتقول ان اغلب المشاريع اللي بتقع ما بتبقاش بسبب المنافسه، لكن لانها مش عارفه تتميز، وده معناه ان المنافس مش عدو. طيب تعمل ايه بقى وسط سوق كله ناس بتعمل نفس اللي انت بتعمله؟ اول حاجه لازم تحدد ميزه واحده تضرب بيها، لان مش مهم انك تكون افضل في كل حاجه، لكن مهم انك تكون قوي في حاجه واحده. تكون اسرع او اوضح او خدمه احسن، اختار حاجه واحده بس تكسب بيها منافسينك. وتاني حاجه لازم تفهم العميل قبل ما تبص على المنافس، يعني مثلا تسال العميل ايه اكتر حاجه بتضايقك، وهنا لو لقيت اجابه فانت لقيت فرصه، لان دايما العميل هيقول لك اللي السوق ناقصه. وتالت حاجه خدها نصيحه مني، ما تدخلش حرب اسعار، لان السعر الرخيص بيخسرك والقيمه العاليه بتكبرك. فضيف خدمه او متابعه او ضمان، لان القيمه دايما هي اللي بتكسب. ورابع حاجه ودي دايما بقولها لك، انك تظهر كتير. المنافس بتاعك ممكن يكون احسن، لكن لو مش موجود على السوشيال ميديا الناس مش هتشوفه اصلا، لان الظهور المستمر بيساوي مساحه اكبر في دماغ العميل. وخامس واهم حاجه كالعاده، اعمل اسلوبك الخاص. مش مهم انك تقول نفس المعلومه، بس المهم انك تقولها بطريقتك، لان صوتك وطريقتك واسلوبك دي حاجات عمر ما حد يقدر يقلدها. ومن الاخر كده، لما تشتغل بنفسك وتبني طريقه خاصه بيك، هتلاقي المنافسه ما بقتش زحمه وبقت سلم تقدر تطلع عليه. وبس كده. لو مهتم تعرف اكتر عن البيزنس او تعمل فلوس، متنساش تعمل لايك وفولو. انا عمر درش، وده العالم من وجهة نظري.